عسلامة عسلامة، إن شاء الله يا ربي الناس كل تكون بخير وفي صحة جيدة. شوفوا لي هالروز هذايا احنا نقولوا له روز بالصلصة، وجبة دسمة وسهلة. نعملوها بكاس زيت صغير هكا القياس هذا، نخليه يسخن ونقلي فيه الفلفل اللي حليته على الشكل هذا وملحته، نخليه يتقلى معايا، ومن بعد نخرجه ونحط راس بصل متوسط ولا نص راس بصل كبير مع الحيمات متاعي والفلفل الكحل اللي بزار. انا نعملو حبوب التومه، تحبوا تعملوه مطحون، وحطيت معاه كعبات هيل. يعجبني الهيل برشا في رز بالصلصه، ميراو اختياري. بعد ما تقلوا شويه حطيت لهم مغرفه صغيره ثوم مع شويه فلفل زينه تحميره، انتم تنجموا تعملوا اكثر من انا حار. الملح بالذواقه، حطيت مغرفتين كبار طماطم مليانين، هذه الثانيه. فوالا، توا باش نصب لهم قدر كاس ماء كبير ونحط معاهم الحمص ونغطي عليهم نخليهم يتقلوا. تحصلت على الشكل هذا. توا نمرق، انا باش نصب تقريبا إدرة ماء راهي كافيتني لاخر الوصفه. صدقوني تتبعوا الخطوات كل شيء يتيب مع بعضه في نفس الوقت ويجيكم بنين. حطيت سفنارية كما شفتوا الجزر، وتوا باش نحط بقية الثوم انا استعملت راس كبير، مغرفة صغيرة تايب مليانة على تشيشة سكنجبير، ومغرفة صغيرة مليانة كركم، ورقتين رند، ونخليها تطيب. وقت اللي تغلي توا نجيب الروز متاعي اللي انا نقعته في الماء مدة 10 دقائق حتى نحك النشام متاعو الابيض، وهكاك يطيب معاكم ونفرق الكعبة وقتها. وزدت عليه شوية جلبانة اختيارية، فما اللي ما يعملهاش، مي انا تعجبني برشا سورتو كي تفور معاه. ونقعد مرة وساعة ونسقيه بالمرقة متاعو، ما نسقيش بالماء، كمسا يطيب في المرقة متاعو ويشرب المرقة خير من يشرب الماء. ونقعد نعاود العملية هذيا كما قاعدين تشوفوا حتى لين يطيب الروز وتطيب المكونات الكل. كل 15 دقائق نسقيه بالمرقة متاعو ونحركه هكايا ونغطي عليه نخليه يطيب في عقله. في الاخر كل شيء طاب في نفس الوقت. سقيته، فما شكون بعد ما يسقيه يجمرو، مي انا نفضلو هكا. اي فوالا تقديم طبق متاعنا النهائي. شوفوا ما شاء الله، وجبة تشبع وخفيفة وصحة وفرحة للي باش يجربها. وما تنسونيش من لايك، بارتاج، ابوني، تعليق، وعلى محبة رسول الله. نلتقي ان شاء الله.